السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم لي سيجار لي رمضان، وغادي نحضر معكم البريوات ديال اللوز بورقة الفيلو. كيجيو رائعين مقرمشين ساهلين في التحضير، ما تياخدوش منكم بزاف ديال الوقت. هاد لي سيجار هادو كما كتشوفوا القرمشه تتجي رائعه جدا وتيبقاو لمده اطول مقرمشين، كيجيو هائلين. هاد الوصفه هذه عملتها خصيصا للبنات ولا الاخوات اللي عندهم مشاكل في البريوات، ما تعرفوش يطويوا البريوه، يديروا لي سيجار اللي كيجوا صراحه واعرين في المنظر ديالهم وحتى في المذاق ديالهم جيدين بزاف. وغادي نحضر معاكم حتى البريوات بالعجينه الفيلو، ماشي عجينه الورقه البسطيله اللي كنديروها الاخرى. مهم دابا دوزو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. انا غادي ندير روح اللوز، وغادي نستعمل شويه ديال القرفه والزبده والمازهر. هنا خديت 800 غرام ديال اللوز، فسختو، درتو في الماء السخون، فسختو وطحنتو مع السكر، 400 غرام ديال السكر. هنا كما تشوفوا راني كنوري لكم الملعقه صغيره، يعني ملعقه صغيره بزاف ديال روح اللوز. ما ديروش بزاف روح اللوز والا غتجيكم شويه يعني ماشي زوينه. مهم راني وريت لكم الملعقه اللي درت. راه كاين ملعقه ديال الديسير الصغيره، وكاينه حتى ديال القهوه صغيره. مهم كما شفتوا معايا ملعقه كبيره ديال الزبده، ملعقه كبيره مع مراش ديال القرفه وروح اللوز ملعقه صغيره بزاف. وغادي ندير ما زهر به، غادي نجمع اللوز ديالي ولا عقده ديال اللوز. هنا اللوز البنات كما كتشوفوا معايا ما طحنتوش بزاف حتى يولي زبده ولا حتى يعطي داك الزيت ديالو. هو راه تيتجمع ملي تنجمعوه بيدينا، راه تيتجمع كما كتشوفوا، راه تيتجمع، ولكن غير هو ما مطحونش بزاف، يعني بحال العقده اللي مولفين كنديروها. يعني تنبغيو نشكلوا لي سيجار تيتشكلوا لينا، تنبغيو نشكلوا الدوائر تيتشكلوا لينا، غير هي العقده ما مطحوناش بزاف. هي مهم غادي نستعمل معكم هاد الورقه د البسطيله هذه، ولا الورقه د الفيلو عفوا. غادي نجربها معكم. انا مولفه كندير واحد لا مارك الاخرى ديال الزرقاء، ماركه اخرى، يعني علبه ديالها زرقاء، درتها العام اللي فات في البريوات. هاد العام غادي نجرب معكم هاد الورقه. هاد الفكره هذه درتها خصيصا للاخوات ولا البنات اللي عندهم مشكل في ورقه الفيلو. كيقولوا لي ما كتصدقش لينا، ما تصدقش لينا ورقه الفيلو. انا غادي نوري لكم جميع المراحل والطريقه كيفاش تستعملوا جميع عجينه الفيلو. يعني هي راه كتجي صراحه زوينه في البريوات وفي البسطيله وكل شيء، كتجي مقرمشه بزاف. اللي تعجبني فيها هو انها كتبقى مقرمشه لمده اطول. المهم هنا كيف ما كتشوفوا راني قطعت الفيلو ديالي ودرتوه في الميكا، يعني خاصو يبقى في الميكا حتى كنحتاجو، يعني ماشي نخليو على برا يشرب الهواء صافي تيبس، هو تيبس دغيا. وهي واحد العجينه اللي تيبقى فيها اللي تيبقى فيها الحال بزاف كتولي دغيا كتيبس دغيا. المهم هنا غادي نرجع للعقده ديالي ديال اللوز. غادي نشكل الحرابل اللي غادي نديرهم في لي سيجار، وهنا غادي نشكل معكم الدوائر اللي غادي نستعملهم في البريوات. يعني تقولوا بحال الا استعملت 700 غرام في 400 غرام عفوا يعني شويه مريضه. تقول بحال الا قسمت العجينه او لا العقده ديالي على جوج، 400 غرام حضرت بها لي سيجار، و400 غرام ديال اللوز حضرت به البريوات. المهم باش يكون عندي واحد عند الطبله في رمضان بزاف ديال الحلوى مشكله. المهم انا غادي ناخذ الورقه ديال الفيلو ديالي كما كتشوفوا، راه ما غندهنوها ما حتى شي حاجه، كما كتشوفوا سهله جدا. هنا غادي نجيب الحرابل ونديرهم نشكلهم بحال هذه الطريقه، كما قلت لكم ما ندهنوا الورقه ما حتى شي حاجه.
هنا حسيت بالورقه شويه بدات تيبس، صافي رجعتها دغيا في الميكا كما شفتوا. صافي تنشكلوهم سيجار. راه هاد السيجار هادو راهم رقاوقين، غير كيبان لكم شويه هنا في الفيديو شويه غلاظ، راهم رقيوقين. مهم يعني تنشكلهم بهذه الطريقه هذه، وضروري ما خاصكم ترجعوا في الميكا، حيت راه كما قلت لكم دغيا كتيبس، كتشرب ديك الهواء، يعني كتاخذ داك الهواء صافي كيبقى فيها الحال كتيبس. المهم هنا كملت لي سيجار ديالي كلهم، درتهم في الطاوه ديال الفران. انا لي سيجار ديالي غادي نطيبهم في الفران، وغادي ندير ندير فوق منهم زبده حيوانيه ماشي زبده مارغرين. غادي ندير ليهم شويه الزبده، يعني اللي غادي يطيبوا فيه، يعني كما شفتوا ما دهنتش لي سيكار ديالي بالزبده نهائيا، يعني بحال غادي يطيبوا هكا في الفران. المهم غادي ندخلهم الفران، الفران اللي مسخن مسبقا على درجه 180 من التحت ومن الفوق. صافي غادي ندوز معكم دابا نحضر البريوات. غادي نقطع ورقه ديالي ديال الفيلو كما شفتوا. العام اللي فات قطعت معكم الورقه بالمسطره، هذا العام صافي تعلمت قطعتها باليد. المهم هنا غادي نجيب شويه ديال الدقيق وغادي نخلطه شويه بالماء. مهم غادي نجي معكم دقه بدقه باش حتى البنات اللي ما تعرفوش يحضروا الوصفات بحال هادو يتعلموا. صافي غادي نزيد شويه ديال الدقيق، صافي غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي هكا بحال القوام هذا. وصافي غادي ندوز معكم نحضروا البريوات ديالنا. شوفوا كيفاش تنشكل البريوه، يعني راه الورقه ما كتقطعش، غير الا خليتوها على برا طبيعه الحال كما قلت لكم راه غتنشف. خاصكم ديما ترجعوها في الميكا ديالها باش ما تنشفش ليكم. صافي كتشكلوا البريوات ديالكم. راه هاد الورقه تجي منها البريوات ولي سيجار واعرين بزاف بزاف بزاف. يعني حنا عندنا في اوروبا مشكل في الورقه ديال البستيله. غادي نستعملوا الورقه الفيلو، صراحه تعجبني بزاف وما عنديش معها حتى شي مشكل. في الاوائل ديالي كان عندي المشكل معها حيت ما كنتش نعرف نستعملها، عاد شفت انها كتيبس دغيا عاد شفت ان الورقه الفيلو كتيبس دغيا. ضروري بنادم ما خاصو يديرها في الميكا. هنا صايبت معكم البريوات ديالي وكندهن شويه بديك الخليط ديال الماء والدقيق. صافي تنصايبهم وتنحطهم. حتى هاد البريوات هادو غادي نطيبهم ان شاء الله في الفران، ما غاديش نقليهم في الزيت، غادي ندهنهم كما دهنت لي سيجار ديالي. غادي ندخلهم للفران يطيبوا حتى يتحمروا ليه ونخرجهم ون عفوا فيا الكحه. المهم كنصايب معكم البريوات كما قلت لكم. كتشوفوا ان الفيلو ديالي الورقه الفيلو ما كنخليهاش على برا، تنديرها في الميكا. المهم البنات اللي عندهم مشاكل مع الورقه ديال الفيلو كنصحكم انكم ملي كتكونوا تخدموا جبدوا غير ورقه اللي تخدموا بها، والاخرين خليهم في الميكا باش ما ينشفوش معاكم. صافي كتشكلوا بريوات ديالكم كيجيو رائعين. ما تنساوش القناه اللي هما ضروريين باش ما يبقاوش القناه خاويين، ولا يمكن لكم تشكلوا مثلث بحال هكا. وصافي تبقاو دوزوا على ديك الورقه. صافي كطوي وسهله. الورقه ديال الفيلو سهله جدا، وحتى بريوه سهله، غير هي كتاخد شويه ديال الوقت بالنسبه للنساء اللي كيخدموا، يعني ما عندهمش الوقت باش يحضروا البريوات. صراحه ياخذوا الوقت. اما لي سيجار راه حضرتهم في رمش تعين صراحه 10 دقائق دغيا حضرتهم، ما تياخذوش مني بزاف ديال الوقت. المهم البنات ها هما لي سيجار خرجتهم من الفران كما كتشوفوا معايا. تبارك الله اللون غزال احسن من القليب في الزيت. هنا غادي نحيدهم باش نعسلهم حيت ما بغيتش نعسلهم وهما في الزبده. هاد الزبده هذه مازال غادي ندير فيها البريوات باش يطيبوا في الفران. انا غادي نجيب العسل اللي شريته انا من ليدل. المهم غادي ندير شويه الاشهار ليدل واخا ما تنخلصش عليه. المهم هاد العسل اللي تيعجبني بزاف صراحه، شريته عنده مذاق زوين. المهم غادي تعسلوا لي سيجار ديالكم وتخليوه في هاد الصينيه وتشرب مزيان، وعاد باش تهزوه وتقدموه ولا تخليوه رمضان. مهم هنا غادي نجيب البريوات ديالي نديرو في ديك الصينيه.
غادي نستفهم وغادي نزيد عليهم شويه ديال الزبده باش حتى هما يطيبوا مزيان، حيت الا دخلناهم الفران وما دهناهمش مزيان ما غاديش يخرجوا مقرمشين، غادي يخرجوا ناشفين. لهذا غادي نزيد ليهم شويه ديال الزبده. بالنسبه للزبده كما قلت لكم زبده حيوانيه، ما ديروش زبده ديال المارغرين، ما خاصهاش تكون فيها الماء، خاصكم طيبوها مزيان وتحيدوا منها داك الحليب والماء. اما الا درتو زبده حيوانيه فهي ما كتحتاج انها تطيب بزاف، دغيا غير كتذوب لكم صافي. المهم هنا دخلت البريوات ديالي الفران كما قلت لكم 180 درجه لتحت ومن الفوق. هنا خرجتهم كما كتشوفوا معايا. غادي نحيدهم ديك اللاطه ديال الفران حتى هما وغادي نسقيهم بالعسل. هاد الطريقه هذه جاتني صراحه زوينه بزاف البنات، زوينه، غير جربوها وغادي تعجب لكم بزاف. صافي غادي نسقيوها وغادي نخليها تاني في هاد الصينيه حتى تشربوا العسل ديالهم. راهم تيتشربوا العسل ديال الصراحه انا عجبوني بزاف. انا صراحه البنات كليت منهم يعني كليت منهم وعجبوني بزاف وتيتشربوا العسل. المهم هنا غادي نزيد شويه د العسل وغادي نخليهم في هاد الصينيه حتى تشربوا مزيان وصافي. غادي نقدم لكم الشكل النهائي ديالهم، ديال لي سيغار وديال البريوات، كيجيو رائعين مقرمشين. الشكل النهائي البنات هو هذا كما كتشوفوا، تيجيو هماويين. اش غنقول لكم، كنحضر لكم هذا الفيديو وانا فرحانه صراحه. خدا ليا بزاف الوقت نهار كامل في التصوير في الكوزينه، ولكن على قبل المتتبعين ديالي كنقول دائما ندير لهم شي حاجه اللي هي جميله بزاف. كتشوفوا ان القرمشه ديال الورقه يعني كتجي رائعه جدا. غير جربوها على ضمانتي، ما غاديش تضيعوا الحوايج ديالكم نهائيا. غير جربوها وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده وباش تشجعوني تاني باش تطلع لي المشاهده شويه، حيت راه عندي مشاهده هابطه بزاف. كنقول لكم شكرا لكم بزاف. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ضروري باش يوصل لكم جديد ديال القناه. هنا غادي نقدم لكم لي سيغار اللي زينتهم شويه ديال الزنجلان وهكا شويه الورد هكا. المهم نتوما تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا، كيجي رائع جدا. ما يعني ما كيجي ما شاربش ديك الزبده لداخل، والمذاق ديال العقده ديال اللوز رائع جدا. وكنقول لكم بصحتكم وراحتكم، ما تنساونيش بلي لايك، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله. بالنسبه للاحتفاظ البنات، هاد لي سيغار ولا البريوات ديروهم في البواطه، ديروهم في الثلاجه، يبقاو لكم اكثر من شهر. هادشي على ضمانتي. المهم نخليكم على خير، مع السلامه.